كان يا مكان في قديم الزمان حكاية بسيطة بس معناها كبير. تعالوا نسمعها سوا. في يوم من أيام الصيف الحارة، الملك كان قاعد مهموم وزعلان في بلكونة القصر بيفكر وبيحاول يهدي دماغه شوية. الملك جاب الوزير وقال له: يا وزير، تعالى نشرب القهوة المحوجة مع بعض. قعدوا يشربوا القهوة والساقي عمال بيديهم شوية. سمع صوت جميل قوي، واحد بيغني، صوته جميل خالص، صوت مليان رضا ومليان حيوية وسعادة. الملك ركز وقال له: هو مين اللي بيغني ده؟ مبسوط قوي. الوزير قال له: ده يا مولاي الكناس الجديد اللي بينظف الشارع قدام القصر. الملك اتفاجئ وقال له: كناس ومبسوط كمان؟ وانا ملك ومش طايق نفسي؟ سأله: هو الراجل ده متجوز وبيصرف ازاي؟ قال له: ايوه، وعايش وبيجي اخر اليوم ياخد لقمة من المطبخ ويروح بيته. قال له: شوف لي سر سعادته دي ايه؟ الوزير ابتسم وقال له: بكرة مش هتسمع له صوت تاني. الوزير أمر يرمي سرة فيها 99 دينار ذهب في سكة الكناس. كناس تاني يوم جه وهو عمال بيغني فرحان ومبسوط، وشوية ولقى السرة دي، فتحها، اتصدم، قعد يعد: 1 2 3 لغاية ما بقوا 99. قال: لا 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 لا، ده أكيد 100. فضل يعد ويبص حواليه ويدور على الدينار، يقول: فين الدينار اللي ناقص؟ لا 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 لا. طبعا الغنى والسعادة اللي كان فيها كلها وقفت، والفرح اللي كان فيه وقف، ما بقاش داخله إلا الهم والزعل. بقى يخبي الفلوس، وفي الآخر راح لمراته وقعد يعد معاها الفلوس. برضه تقول له: دول 99. في اليوم اللي بعده الراجل بقى مهموم وزعلان، كل تفكيره يدور على الدينار، عمال يكنس ويدور على الدينار. الوزير قال للملك: شايف يا مولاي، أنا زرعت له الهم زي ما حضرتك شايل هم البلد. السعادة مش في الفلوس، السعادة في الرضا. الكناس نسي يشكر ربنا على 99 ومسك في الدينار اللي ناقص. الملك هز راسه وقال له: فعلا، اللي يسيب اللي في ايده ويدور على اللي ناقص عمره ما هيرتاح. يا حبايبي، الرضا كنز، والطمع بيخطف الفرح، واللي يشكر ربنا على اللي معاه ربنا بيزيده ويديله أكتر. العبرة إن الرضا بيخلي القلب غني حتى لو الجيب فاضي. افتكروا دايما، السعادة مش في اللي ضاع، السعادة في اللي ربنا رزقنا بيه. حبايبي، يا رب تكون الحدوتة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك، واستنوني في حدوتة جديدة ومعنى جديد وحكاية جديدة من حدوتة صغنونة.